المسلسل تيبدا بواحد البنت عندها 12 سنه سميتها نسيم، خارجه بالليل وخايفه. غادي تمشي للدار ديال صاحبتها لينا، غادي تصوني عليها في الانترفون. مامات لينا غادي تجاوبها وتقول لها نسيم شنو جابك الليل هذا؟ بلاتي هاني هابطه نوصلك للدار. نسيم تالفه ما عارفه شنو غادي دير، غادي تمشي تخبى على الشتا. شويه ماماها غادي تصوني عليها ولكن ما غاديش تجاوبها. شيماء ماماها غادي تخلي لها ميساج فوكال كتقول لها باللي مشات عندها المسرح فين كدير الرقص وما لقاتهاش وراه خايفه عليها، وغادي تصيفط ميساج لخوها. خال نسيم كتقول ليه باللي بغاتو ضروري، ولكن هذاك خوها ما مسواقش وبايع الماتش. الليل هذا والدنيا خاويه، نسيم غادي يتبربصوا بها واحد جوج براش وغادي يحطوا عليها العين. هذا بدر وصاحبو حمزه جالسين تياكلوا عند ام حليمه، تيحسبوا في الروسيطه اللي صوروا من كلينكس والمسكه. واحد شويه نسيم دايزه طايره تابعين هذوك الجوج. حمزه وبدر ما غاديش يكملوا حتى ماكلتهم وغادي يتبعوهم دغيا. نسيم يلا بغى صوني لماماها، غادي يجرح حمزه، غادي يقول لها ما تخافيش حنا هنا باش نعاونوك. دوك الجوج داخلين تيقلبوا على نسيم، شويه تيخرج لهم بدر وتيقول لهم هو تبعوني لا عندكم شي ركابي. ماما شيماء غادي تمشي للكوميساريه باش دير البحث لفائده العائله، وغادي تعطي للبوليس التصويره ديال بنتها. حمزه بقات فيه نسيم بزاف، غادي يدير ليها الطاقيه والقب باش تبان بحال الدري، باش يقدر يدخلها لواحد الخربه تينعسوا فيها الدراري اللي ما عندهمش فين يباتوا. وغادي يقول لها سميت كريم من دابا وراك زيزون. البنيوته بنت دارهم داخله مخلوها. حمزه غادي يدبر ليها في بلاصه فين تبات. واحد البرقاق غادي يصوني حميد اللي هو الباترون، هو اللي مسكن الدراري في ديك الخربه. غادي يقول ليه حمزه مدخل البراني. في الليل غادي يجي يفيقوا حمزه وبدر بغاهم الباترون، وغادي يقول لهم باللي خالفوا القوانين والبراني ما خصوش يعرف البلاصه. حمزه غادي يقول ليه باللي تلاقى مع كريم في الزنقه تياكل من البركاسه الزبل وبقى فيه، وقال ليه باللي غادي يخلص حتى هو الروسيطه. باترون غادي يقول لهم هذه اخر مره تعاود فيها هذه القضيه، ومشاو في حالهم. وفي الصباح فيقوهم باش يمشيو يدبروا على راسهم. خال نسيم يلاه جاي كيكذب على شيماء، قال لها باللي يلاه سالا واحد البروجي. حميد جمعهم وفرق عليهم كلينكس وراهم البلايص فين غادي يخدموا، وقال كريم ما تنساش الروسيطه اليوم 4000 ريال. الدراري خرجوا يسترزقوا الله وكل واحد فين شد طريقه. نسيم مشات مع بدر وحمزه هما عارفين السرابس والسيكتور شادينو. هي ما باعت والو، ولكن شويه ويطيح عليها واحد الفكره. مشات لواحد الساحه قريبه وجبدات الصباط ديال البالي من كارطابلها وبدات كترقص. بنادم بالزرمبه تجمع كيتفرج وكلشي تيصفق. هي كترقص وكتفكر المسرح وكيفاش الناس تيصفقوا ليها وعجبهم الاستعراض ديالها من غير ماماها حاضيه غير التليفون وما مسوقاش. واحد خونا من بعيد صور داكشي ومشى في حاله. بدر بدا تيجمع الفلوس من عند الناس ومشاو في حالهم، وملي حسبوا الروسيطه لقاوها زايده بزاف على داكشي اللي خاصهم يجمعوا وفرحوا بزاف. من بعد مشاو عند ام حليمه وبدر بقى تيوري الناس شي دياسك ديال الراب تيكتبهم. وملي سالاو رجعوا لديك الخربه كيف ديما. واحد خدام مع الباترون قال لهم باللي هذه الاخره ليهم. شيماء وصلها الفيديو ديال نسيم وبقات مصدومه ما عارفاش بصح ولا كذوب. الباترون جمع المرتزقه ديالو وجا عند نسيم وهي خايفه وكتبكي. قال لها واش طحيت دابا كيف ما كنتي قبيله، وحيد ليها الطاقيه والقب. حمزه دفع داك البرقاق وجر نسيم وهربوا، وبدر تبعهم. بقاو هاربين حتى لقاو واحد الريبورتور عامر بيض وركبوا فيه وزادوا. نسيم وبدر بقاو كيشيروا عليهم بالبيض حتى تعماو ما بقاو تيشوفوا والو ووقفوا. شيماء مشات للبلاصه اللي كاينه في الفيديو وكتسول الناس تما على الله تكون بنت نسيم لشي واحد، ولكن والو ما كاين حتى شي اخبار. في الجهه الاخرى من كازا واحد جوج طوموبيلات جايين بالجهد. واحد الولد هار ما ردش البال ودخل في البركاسه. العصابه اللي تابعينه هبطوا بغاو يفتحوا عليه الطوموبيل، ولكن بان لهم بحال اللي مات. هو خلاهم غير مشى وحل عينيه وهز واحد الصاك كان عنده ودخل لواحد البلاصه مهجوره. لقى واحد البلاصه جلس فيها وفتح داك الصاك ولكن غيب. حمزه ونسيم وبدر خلاو تريبورتور في الشارع ودخلوا يتخباو في واحد الخربه اخرى مسميها بدر القصر. ملي دخلوا قالت لهم نسيم بغات الطواليت، وقال لها بدر طلعي للفوق. ملي طلعت كتقلب بانت ليها شي حاجه وبدات كتعيط للدراري. شنو شافت وشكون داك الولد اللي هارب وشنو عنده في الصاك غادي يبان في الحلقه الثانيه. الحلقه الاولى سالات. اشترك بالقناه وفعل الجرس ودير معك جيم باش توصلك الحلقه الثانيه.